هدفي من ان اعمل الكيس هو ان اوضح لك طول العمل شكل عامل ازاي. مش عايزين كلام نظري من الكليه سهله صعبه، هنتكلم على كل حاجه بالترتيب. انت بالكليه لحد ما نوصل لسوق العمل وفرص الشغل، القسم سهل ولا صعب وكده، نفهم كل حاجه في القسم بحيث انت تقدر تاخد قرار تدخل القسم او لا. عارف الفيديو يكون كبير شويه، بس ان شاء الله هسيبك الفيديو الاجزاء بكل سؤال، بس انصحك يعني تتفرج على فيديو كامل عشان تقدر تفهم كل حاجه في القسم. هنبدا كده واحده واحده ونعرف كل حاجه عن قسم ميكانيكا وبالاخص ميكاترونكس من باشمهندس زياد رابعه ميكاترونكس. اهلا بيك. شكرا. ازيك؟ ممكن تعرفنا بنفسك كده لو؟ تمام، انا زياد شعيب، برابعه تخصص ميكاترونكس جامعه مصر للتكنولوجيا. كنت واخد الثانويه من السعوديه مش من مصر بس تقريبا. خلينا نبدا واحده واحده كده، نبدا بالكليه لحد ما نوصل لسوق العمل. مرتبين الاسئله معانا اهو. اول حاجه عايز تكلمنا عن طبيعه الدراسه في ميكانيكا، يعني الدراسه عامله ازاي وكده ومواد الدراسه. تمام، هي بتكون اكتر من ناحيه ان في ماث كتير بتستخدمه لحل معادلات وغيرها وتطبيقها على الواقع في اجزاء ميكانيكيه، في ماده عمل في غيره. بس الماث بتاعها مش بيكون زي مثلا قسم اتصالات في الشبكات، مش للدرجه دي في الاحتياج. بتاخد لحد كام مثلا؟ كل اقسام عندنا كانت مثلا في حاله جامعتي بتاخد لغايه ماث 5. احنا برضه بس 5. ما عدا بس عماره هم بيستفهموا الموضوع ده، لكن عندنا معظمهم بياخد نفس الماث، لكن جوه المواد نفسها بيبقى فيه ماث كتير من ناحيه المعادلات وتطبق عليها وغيره. اقسام ميكانيكا كتير بتنوع ما بين ميكانيكا باور، يمكن ده اشهرهم واكثرهم عددا، وميكاترونكس وميكانيكا انتاج، ويمكن عندكم بس في جامعه حلوان ميكانيكا سيارات. في كل قسم بتختلف الدراسه فيه المواد اللي بتميزه، بس كل في حاجات مشتركه تقريبا كل الاقسام بتشارك فيها. زي ما احنا قلنا مثلا الماس كله بياخد نفس الماس. بتاخدوا الكترونكس تقريبا برضه ولا لا؟ مش احنا بناخد الكترونكس ميكاترونكس عشان انتوا ميكاترونكس بالظبط، لكن الباقي ما بياخدوش ميكاترونكس. مثلا ميكانيكا سيارات وميكانيكا كهرباء بياخدوا ميكاترونكس مثلا. ميكانيكا باور لا ما بياخدوش الكترونكس عندنا. ميكانيكا سيارات ممكن يكون قوي، بس اعتقد بياخدوا الكترونكس في الاخر لازم ياخدوها. المواد المشتركه تقريبا بتكون ثلاث جوانب اساسيه. الاولى الماتيريال ساينس، علم المواد، بتبدا تاخد تقريبا عندنا مثلا في الحلقه كانت 3 مواد بالنسبه لي. اللي بيكمل في الجانب ده انتاج اكتر، بياخد 5 و6 مواد عنها، بتبقى طبيعه المواد والمعادن ازاي بتتشكل والعمليات اللي بتجرى عليها، وفي خلال تشكيلها ازاي بيتم العمليه دي، ازاي ايه الماده بتقعد تقدر تحط الماده المناسبه في المكان المناسب بالظبط، تحسب لها الاستريس والسترين والحاجات دي بالظبط. المفروض انك تكون شغال برودكشن شويه اعدادي مثلا، يعني في شبه سنه طبعا من العمليات، بس انت بتتعمق في الاستراكشر بتاع الماده الداخليه. انت ممكن تقلب تحس انك مثلا بتعمل جزء من البيولوجي، لانك بتشوف مثلا السيل ستراكشر بتتغير ازاي مع الاسترس. الماده دي مهمه جدا من ناحيه انك لازم تبقى فاهمها كمهندس، عشان انت بتتعرض ليها المصنع. هي عيبها بس، واللي بتكون عائق لكتير من الطلاب، ان فيها نظري كتير. فانت لو جيت انك ماده انك هتحفظها بالكامل، ده مش هيحصل، مستحيل. ما ينفعش اخر شهر قبل الامتحانات دي. لا، الماده دي بالذات ما بينفعش معايا. يعني اساسا تقريبا 30% من اللي دخلوا معانا ميكاترونكس اول ترم حولوا بسبب الماده دي. يعني انا عايز نفسي لغايه دلوقتي بسبب الماده دي اول مره. بس مع الوقت بتبدا تلاقي انك ممكن تفهمها، ممكن تفهم العمليه دي بتجي ازاي. والدكاتره معظمهم مش هقول على الاقل قابلتهم بيتقبلوا انك تكون فاهم، انك تكتب اللي انت فاهمه، مش عايزك انك ترسل لي رصه حفظ غيره الكلام ده. فتركز في المواد دي عشان هتحتاجها بعدين في الشغل، حتى انك نستخدم ماده ايه ونستخدمها ليه والجداول. يعني دي من اهم حاجه. مثلا احنا عايزين نعرف طياره فنعمله بايه، المواد ايه والماده اللي تقيله، وان عارفين كل ماده ايه الخواص بتاعتها والعمليات اللي قدم عليها سعرها طبعا وصعوبتها والكلام ده، عشان بتحسب التكلفه الاجماليه. مواد تانية مثلا، تاني مواد طبعا هي مواد الديزاين، السوليد ميكانيكس والديزاين. عندنا في الكليه انا خدت 4 مواد، وتقريبا برضه ميكانيكا باور بياخد 4 مواد، يعني معظمنا 4 مواد. بس ديزاين دي بتعتمد بقى انك بتدرس الاسترس لوحده، في انواع الضغوطات في موجوده في انواع كتير، فكل نوع ليه خصائصه على الماده، كل نوع بيأثر في الماده بطريقه محدده. فانت في الماده دي بتتعامل طبعا بمعادلات كتير جدا. الهدف الرئيسي من الماده انك تخش على المساله، تبص على المساله تلاقي المساله بتقول لك كذا وكذا وكذا، المفروض تفهم المساله دي بتعمل ايه، تتخيل اللود هيكون فين، الفورسز متوزعه هنا وهنا وهنا، وتبدا تطبق القوانين اللي انت واخدها دي على الحاله اللي عندك.
ودي ماده مهمه جدا في الديزاين، يعني واضحه انها بتستخدم في كل حاجه. حتى في مشاريع التخرج لما توصل ده بيبقى فيه تركيز قوي على انك تعمل على حاجه سوليد وركس ستريس اناليسيس، انك تشوف الضغوطات في كل منطقه. زي انت لو مش فاهم من بدري بالظبط يعني مبني عليه بالظبط، هي كل المواد مبنيه على بعض، ومبنيه برضو في الاخر كمان بتاخد الحاجات التطبيقيه، التروس وانواعها وتصميم التروس والكلام ده جزء يعني مهم جدا. الترس اللي هو الجير بالظبط، انك تعمل الجير بوكس ازاي وانواعه والكلام ده. فالماده دي مهمه، هي بس صعبه في انك تحاول تستوعب المعادلات دي وتحل في، يعني انت الماده دي بالذات لازم تحل كتير، دول الهدف من الماده. وفي الغالب مفيش دكاتره ديزاين بتجيب نفس المساله، يعني مفيش الكلام ده في الديزاين بالذات. يعني اغلب مواد الديزاين اوبن بوك اساسا، يعني انت عايز خد الكتاب معاك اهو ما فيهاش مشكله، يعني شوف المواد ومن انت لو فاهم هتحل، غير كده مش مفيش. بس دي الماده الثانيه. المواد اللي بعد كده معانا هي مواد الحراره، ثيرموداينامكس والفلويد داينامكس. هي بلاي ليست على الثيرموداينامكس دي انت عارف كويس ايه هي. احنا مثلا اظن احنا الاثنين بناخد تقريبا مادتين، ثيرمو وفلويد 1 بس، ما عشان انا بس بالظبط. دي حالة ميكاترونكس. ميكانيكا باور بقى بيعيشوا مع المواد دي مثلا لغاية 5 فلويد 5 ولا حاجة كده. بتعتمد المادة دي على انك زي تدرس خصائص الحرارة بتأثر ازاي على المواد، والضغط مع الحرارة مع بعض مع الحجم، الخصائص ازاي انت تتفاعل معاها واللزوجة. وبعد كده بتنتقل للمواقع اللي هي في الغابات والسوائل بالظبط، وتقعد تفهم الحالات. المادة دي هي رخمه في انك تبدا تستوعب الاول المعادلات الكتير قوي دي، وبعدين هي مفيش حاجه بتشوفها، والمشكله انك ما بتشوفهاش، يعني تحس ان صعب التخيل. الفكره فيها كلها انك بعد مده ما توصل لاخر الفلويد بتلاقي انك بتاخد مثلا الحاجات اللي انت بتشوفها رادياتير. فانا لما بدات اخد الحاجات اللي انا بشوفها في الحياه الحقيقيه بالظبط، بدات افهم ليه احنا بنتعلم ده. فهي برضه اهم حاجه سوليد ميكانكس انك تحل كتير، يعني ممكن تخش اوبن بوك وما تستفيدش برضه، بس هي مواد حلوه. بس طبعا الميكانيكا باور بيتعمق لان هو ده وظيفته الاساسيه، ان هو يخش في الحركه والمحركات والكلام ده كله بالظبط. لازم يكون فاهم الميكانيكس ازيد من اي حد. يمكن الماده الاخيره اللي كلنا بنتشارك فيها هي theory of machines، ازاي المفصلات والاجزاء الميكانيكيه بتتعامل مع بعض، حريه الحركه بتاعتها. بيبقى دي معادلات. لو انت مثلا هتعمل عجله ابسط حاجه، ازاي تتاكد الميكانيكيه بتاعتها صح ومفيش ترس داخل في التاني، مفيش ترس معارض، المسافات مظبوطه، الكلام ده هي ليها معادلات. وعموما هي ماده لذيذه، ما فيهاش حاجه مختلفه كتير، ما فيهاش صعوبه قوي، لكن لازم تكون فاهمها. عشان حتى بالنسبه لنا في ميكاترونكس كانوا يقولوا ان الثيوري اوف ماشينز هي اساس الروبوتكس 1، فلازم تكون مركز فيها عشان تبدا تتخيل الجوينتس بتاعت الروبوت بتشتغل ازاي، الكلام ده كله. تقريبا دي معظم المواد المشتركه. الباقي هننتقي نتكلم عنه في قسم لوحده، كل قسم. ماشي. طب انا عندي سؤال، انا دلوقتي مثلا جاي على قسم ميكانيكا وكنت في اعدادي، وهو مثلا في اعدادي اصلا بقى في ثانوي ماشي في ثانوي عم يتفرج اللي هو بخش هندسه ايه ما يحصل. المهم يعني هخاف ولا يعني المواد صعبه ولا سهله؟ انت حسيتها فيها مثلا لو انت كنت في اعدادي هندسه، يعني نفس الرينج بتاع المذاكره وكده ولا لا؟ ميكانيكا قسم صعب، ميكانيكا قسم تقيل؟ لا هو بالنسبه لنفس رينج لا، هي اعدادي بالنسبه لي كنت بذاكر فيها اكتر. كانت حالتي مختلفه شويه عن باقي الناس في الثانويه عامه. انا كنت عشان كده وكالة موضوع السعوديه، انت لما بنيجي من هناك احنا ما بناخدش ولا تفاضل كتير ولا تكامل ولا ديناميكا ولا استاتيكا، فاللي هو فايتنا اساسيات كتير. فانا بالنسبه لي كانت اكتر سنه مرهقه هي اعدادي، على عكس الباقي. انت بتحاول تماتش مع الناس بالظبط، الناس كلها عارفه الحاجه وتمام لان خارج من ثانوي. لا احنا بقى متاهين على فيه والله، بس كان اسهل نسبيا عشان انت مثلا خدت الحاجات دي قبل كده. لكن بعد كده ايا كان اي حاجه هتدخلها موجوده، مش هندسه بس عموما اي حاجه، مفيش حاجه سهله ولا حاجه صعبه بنفس الكلمه. اصل هو انا بالنسبه لي انا اذاكر حاجه حاببها، غير انك حاببها كمان هتلاقي نفسك حابب مواد ومش حابب مواد تانية في المذاكره، ده الطبيعي اساسا. ايوه صح. انت هتكون يعني انا بالنسبه لي ممكن اقول لك ماده سهله جدا. في ناس بتحب الماس، ناس بتحب الحاجات الفلويد، في ناس كانت بتحب النظري جدا، عند اللي بيعرف يحفظ كويس ويساهم ويلخص والكلام ده كويس. اللي بيعرف بالظبط اللي ما بيعرفش هيبقى صعب جدا بالنسبه له. في ناس مثلا كانت بتواجه مشكله في الانجليزي، عشان خصوصا المواد النظريه بتبقى مشكله شويه كلها انجلش، فما يبقى كلام كتير بيبقى موضوع صعب عليه. هو ده دخل هندسه بتتعود هيتعودوا خلاص، بعد كده يبقى زول انجلش بالظبط. لكن فهي ما فيهاش خوف من ناحيه
دي بالذات. يعني انت لو جيت ميكانيكا، لو جيت اتصالات، لو جيت مدني، هتلاقي كل حاجه في حاجات فيها اصعب من الثانيه. لكن عموما انت لما تبدا تدخل الماده وتبدا تحاول تفهم الدنيا ماشيه ازاي، الشرح ماشي ازاي، الماده نفسها تتفهم ازاي، وتبدا مع اول كويز عاده بتبدا تفهم نظام الماده في الاسئله بتبقى عامله ازاي. طب مش والتنسيق مع اعدادي بيكون تنسيق عالي ميكانيكا ولا تنسيق برضه في رينج متوسط؟ لا، هو للاسف موضوع التنسيقات مختلف جدا في الجامعات. يعني الواضح ان الرانك يعني تلاقي مثلا كمبيوتر اعلى حاجه في جامعه، بعدين اتصالات، بعدين ميكانيكا مثلا باور تلاقيها اعلى حاجه في الثانيه. فالموضوع ده هيعتمد على الجامعه. احنا عندنا مثلا ميكانيكا سيارات اللي اعرفه كده في المطريه هي اعلى حاجه عندهم. احنا عندنا حاسبات، هي هندسه حلوان يعني بتدرس بحاجتين، هندسه حلوان في حلوان المطريه بالظبط، عشان مش عارفين. هي عندنا في القسم ميكانيكا سيارات اعلى حاجه الصراحه، وبسمع الناس كلها بتحبه جدا مع عشان هو مميز كمان عندكم زي هندسه الطيران مثلا في القاهره. فموضوع التنسيقات ده يعني كده كده انت هتعمل اللي عليك وهتشوف الوضع هيبقى ماشي ازاي. وعايز اسال سؤال الحته دي عشان شفتها على النت كتير ناس بتسالها، هل ينفع يخش ميكانيكا وبعد كده يخش منها يشتغل في هندسه الطيارات؟ هو لو خد الكورس اللي هو ايروداينامكس، في حاجه كورس كده بتاع ايجيبتير بالظبط، ست شهور تقريبا في الوضع ده. في مسألة اصدقائي في هندسه الطيران قال عادي انت كده بتدخله. هو نفسه مثلا لو حد مش حابب يشتغل، هو مش حابين يشتغل في الطيران، بيذاكروا حاجه ثانيه وبيدخلوها. والعكس صحيح، لو انت باور بتخصص، قال لي انت بتخرج من طيران عارف الاساسيات قوي، انت عشان تبقى فعلا مهندس طيران يعني بتفهم بس الايروداينامكس والبروبلشن بيتم ازاي والحاجات دي، المواتير دي عشان تبقى جاهز. لكن بتاع ميكانيكا ممكن يبدا لو اتعلمها لوحده شويه بجانب الدبلومه يقدر يعوض مكانها عادي لانها مدتها طويله. ميكاترونكس ايه المواد اللي بتبقى مميزاها؟ يعني ايه المواد اللي بقى ميكاترونكس تاخدهم يبقى اقسام ميكانيكا ما بياخدوهاش برضه؟ يمكن اغلب اقسام ميكانيكا ما بتاخدش من اول سيستم اناليسيس وكنترول سيستمز، دول بيبقى بناخدهم اساسا مع كهرباء اكتر مع اتصالات. المادتين اللي ما فيش تقريبا غير ميكاترونكس بياخدهم هو في موديلنج اوف الكترو ميكانيكال سيستم وروبوتكس 1 وتكملتها روبوتكس 2 بجانب مواد في ماده اسمها ميكاترونكس. مثلا انا مش فاهم ان ايه روبوتكس مثلا، هعمل ايه في روبوتكس كده المواد، يعني حاول تبسطها. تمام، نبدا بالموديلنج. الموديلنج عشان دي هدفها انك تاخد الحاجه اللي قدامك وتقدر تبسطها للمعادلات حركه. تقدر تبسطها ان اي حاجه قدامك، اي سيستم مثلا بدايه من في مثلا سبرينج معاه وزن بينزل ازاي بالظبط. هو يعني ان انت تبقى عايز مثلا ماشين، فانت عايز تعمل لها ايكويشن ماثيماتكس كده بحيث انك تقدر تتعامل معاها، او مثلا فلويد بيتحرك فانت عايز تعرف الفلويد تعمل له ايكويشن. بالظبط، انت المهم تحول كل حاجه معادلات حركه. بالظبط. بعد ما ناخد الموديل للمعادلات الحركه اللي خدناها ننتقل للروبوتكس. انت الروبوت بيتكون عندك من مفاصل. أيوة. كأن جسم الانسان عادي، حتى لو عربيه بتتحرك هي بتبقى جوينتس متركبه ببعض. الكلام ده كل مفصل من دول بيبقى ليه معادله، المعادلات دي بتتجمع في الاخر في مصفوفه حركه بتبقى اسمها مثلا، بيبقى ليها اسم ترانسفورميشن ماتريكس. تخيل مثلا كتفك كله، انت عايز تقول ان ايدك تلمس الشاشه دي دلوقتي على المسافه دي، ايدك دي مرتبطه اساسا بالجزء الاساسي، والجزء ده مرتبط بالدراع، والدراع مرتبط بالايد. بتاخد حركه من هنا لهنا ومن هنا لهنا وفي الاخر تجمعهم وتضربهم. هي بتشتغل كده في الروبوتكس، انك تحول معادلات الحركه الى معادلات حركه متراكمه على بعض عشان تعرف حركه الروبوت النهائيه ازاي. جميل جدا. الميكانيكا فيها شعب كتير داخلي، عايزك تقول ايه الشعب الداخلي اللي جوه الميكانيكا؟ تمام، هي الاولى ميكانيكا باور، الثانيه ميكانيكا انتاج، الثالثه ميكاترونكس، الرابعه ميكانيكا سيارات. ممكن نبذه كده سريعه عن كل واحده او ايه الفرق بينهم كده؟ نبذه سريعه. بالنسبه مثلا للميكانيكا باور دي بتهتم اكتر بدراسه حركه المحركات وداخلها الاشياء المتحركه في الميكانيكا وبناء المعدات وعملها وتفاصيلها والكلام ده كله. بينما انتاج بيهتم اكتر بطبيعه دراسه المواد، الماتيريال ساينس اللي اتكلمنا عنه، تحديد المواد، تحديد العمليات عليها، تنظيم خط الانتاج بيمشي ازاي وترتيبه والوقت بتاعه واكبر كفاءه. يعني مثلا ميكانيكا مثلا الانتاج مهتمه مثلا اكتر بالمصانع، بالحاجات اللي هيبقى فيها انتاج، ومثلا خطوط الانتاج الماتيريال اللي احنا هنحطها مثلا. طب مش ميكانيكا باور يعني بعمل ايه بس، او ايه الشغل بتاعهم برضه كده يعني؟ تمام، نتخيل مثلا مهندسين الانتاج بيعملوا خطه، انا عايز انتج منتج جديد عندي، فبروح لمهندسين قسم الانتاج في المصنع بقول له انا عايز المنتج ده. هو يبدا يحدد المواد اللي هيتم استخدامها ايه، العمليات اللي لغايه ما يدخل ويخرج كمنتج اساسي ايه، الوقت اللي المفروض ياخده في الانتاج، والخط الانتاج هيمشي ازاي. عملوا الخطه وخلصوا حاجاتهم حلو، سلمها بقى المهندسين ميكانيكا باور قسم باور، يبدا يخطط احنا عندنا ماكينات 1 2 3 4، يبدا يحدد يخصص الماكينات اللي عنده
التاسك المهمه اللي عايز يخلصها، ويرجع للانتاج يعدل ويكمل. فهو هدفه هو تنفيذ الحاجات اللي بتتحرك وصيانتها واستمرارها والكلام ده كله. طب مش ميكاترونكس ايه برضه شغله؟ تمام. الميكاترونكس بيعتمد على ربط الميكانيكال سيستم بالالكتريكال سيستم من اسمها. فانت مثلا بيكون المكنه بدل ما هي شغاله مانيوال او شغاله بشكل مترتب بسرعه اكتر، يعني مش بدون برمجه، هي كلمه برمجه فكرتها. فانت المفروض لو حابين نبرمج المكنه دي انها تعمل تاسكات مختلفه عن العادي بتاعها، ان دي وظيفه ان انا فاهم المفروض كمهندس ميكاترونكس فاهم الجزء الميكانيكا، الاجزاء دي بتتحرك ازاي، المفروض تكون ازاي، الكلام ده كله. وفي نفس الوقت عندي النولج بتاعت الكنترول سيستم، نظام التحكم، ان انا ابنيه بحيث يربط المكنه مع النظام اللي انا عايز ابنيه، مع التاسكات، مع المهام اللي هبرمجها عليه. بالظبط. يعني اللي هو بيماتش بين البرمجه مع الميكانيكا مع الكهرباء. بيحاول يماتش من كذا حته عشان يقدر يربطهم مع بعض في الاخر. بصراحه المسابقات بتاعتكم ده نتكلم عليها عشان بتبقى مبهره الصراحه، مبهره جدا. تمام. فاضل لنا ميكانيكا سيارات، هي موجوده في كل الجامعات برضه موجوده في... لا، هي حاليا موجوده في جامعه حلوان بس. ميكانيكا سيارات ماشي. بس هي ميكانيكا سيارات برضه ايه بتميزها مثلا او ايه بيميزها؟ ان هم من الاول هي تقدر تقول انها جزء من ميكانيكا باور، بس خدوه في تخصص ميكانيكا باور بيدرس محركات الاحتراق، عنده مواد 1 و 2 و 3 محركات احتراق. ده خدها بقى ان انا هدرس العربيه كلها من الاول، الايروداينامكس بتاعتها كويس، التفاصيل بتاعت انتاجها، نظام العربيه عندهم برضو جزء الكهرباء فيه شويه عشان يبقى عارف اللي جوه العربيه. فانت الفرق انك خصصت ان انا بقيت بدرس من الاول للاخر كل حاجه في العربيه. وفي حاجه جديده قالت انها هتبدا تفتح او هتدمج جوه ميكانيكا سيارات، هو قسم ميكانيكا سيارات الكهربائيه. فكان لسه في كلام عنه بس مش عارف يطبقوه امتى، ان هم بقى يبداوا يطوروا بما ان بدا يبقى في سيارات كهربائيه حاليا، وهم اكتر ناس بيطلبوا في الشغل في مصانع السيارات، لان هو عاده اكتر حد مختص، واحنا عندنا تجميع سيارات كتير نسبيا. يعني لو هم مثلا عايزين ياخدوا حد من ميكانيكا للسيارات، هم دول اكتر ناس عليهم طلب. بس برضه اقسام ميكانيكا تانية ممكن تخش يعني نفسهم، يعني نفس الشيء، بس انت بتبقى حد متخصص زياده. زي مثلا ما قلنا مثلا طيران كده، ما كان قسم ميكانيكا بس فصلوه. بالظبط كده. في كومنتات كتير جدا جدا من بنات عايزين يخشوا قسم ميكانيكا او خايفين بيسمعوا ان ما فيش بنات تخش ميكانيكا. فعايز اعرف منك يعني اختك الصغيره مثلا جايه تخش ميكانيكا، انت ايه وجهه نظرك؟ تمام. هو مش هتقدر تقول للبنت ادخلي او ما تدخليش من غير ما تحكم من جوه. يعني الشخص مستعد يجرب ازاي ويحاول ازاي ان هو يتخطى الصعوبات الموجوده. فانا هحكي عن التجربه اللي قلتها في اللي شفتها في التدريبات اللي نزلتها. طبعا المجال الاول في ميكاترونكس مثلا او حتى ميكانيكا، الجزء اللي بيشتغل اما في السوفت وير ناحيه الامبيدد سيستم، فده بيبقى قاعد على اللابتوب في مكتب والدنيا تمام ما فيهاش حاجه. دي تنفع بنت كتير عادي؟ ما فيش حاجه، حتى في بنات كتير جدا شغالين في امبيدد سيستم. سوفت وير ولا امبيدد سيستم؟ ما هو امبيدد سيستم جزء اللي بقى كانه سوفت وير هنيجي نتكلم عنه. ماشي. هي بتشتغل في امبيدد سيستم فدي ايزي. ماشي. طب ماشي. انت قلت سوفت وير. والجزء الثاني الميكانيكا بيبقى فيه مكتب تصميم ميكانيكي، بيبقى مثلا الشركه عندهم جزء التصميم اللي هو من الاخر اللي ما بيضطرش يختلط بالورش والعمال والفيلد عموما. ايوه. انت هنا بتبقى ما فيش اساسا صعوبات، الدنيا ماشيه تمام، يعني مش ما فيش حاجه تقيله قوي على الموضوع. فاهم قصدك. مش انت قلت سوفت وير بيو يعني مثلا ديفلوبر عادي ولا زي ما قلنا مثلا امبيدد سيستم؟ هو لو جينا نتكلم على ميكانيكا وبالذات ميكاترونكس بس لا، هيبقى فيها اكتر امبيدد سيستم. ده تخصص تخصص شيفت بره بالظبط. ده هيبقى جانب بالظبط. احنا كده لسه ما زال اساسا بالظبط. هو ميكاترونكس امبيدد سيستم فدي بالظبط. تمام. مش بقيه الشغل برضه مثلا الناس بتنزل مصانع حاجات زي كده، عايز افهم منها. هنا بقى في مشكله شويه، ان اغلب المصانع والورش والشركات 99% ان لم يكن 100% من اللي شغالين فيها رجاله، سواء المهندسين والمديرين الى العمال. في البيئه دي بتكون في شويه مشاكل، خصوصا في البيئه اما تنزل المصنع مع الناس، بيبقى مثلا البيئه مش صحيه قوي اساسا الكلام، كولد عادي بيبقى عنده نفس المشكله دي. بيئه مش صحيه في التعامل مع الناس قوي، بتحاول تتاقلم، بتعدي حاجات غيره، بيتم التنمر عليك عادي برضه، مش بتحاول تفهم ازاي تتعامل مع العمال من المهندسين اللي موجودين. بينما بقى اما بتبقى في بنت موجوده، وده حصل في مصنع ومصنعين بس مثلا اللي شفتهم وشفت منهم ناس مديرين اساسا الانتاج بتاعهم اللي وصلوا ليه، بيبقى مثلا حد او اتنين في المصنع كله او في الفيلد بتاع المصنع. يعني لو بنت عايزه تخش اصلا تكون قويه، قويه وتكون مستعده انها توقف الناس عند حدها من حيث التنمر، انها ما تكونش مضايقات. بالظبط، انها تقدر تكون جاهزه انها توقفهم ازاي. ما في بنات بيدخلوا مثلا مدني وبينزلوا الفيلد كويس وبيعرفوا يتعاملوا جدا عادي،
والناس اغلبهم اللي شفتهم وكانوا متمرسين ودلوقتي لا بيعرفوا يوقفوا كويس وبيعرفوا يشرحوا كويس جدا وبيخلوا الناس يحترموهم غصب عنهم. بس في الاول بالذات حتى كولد زي ما قلت في كفريش جاد وانت داخل بتتعرض لده. اما يبقى بنت بقى بيبقى الوضع زياده. المشكله لما يبقى الاداره العليا فيها مشاكل من ناحيه انها مثلا بالاهانه او شكل تعامل بطريقه مش لطيفه الكلام ده. في الحاله دي عموما بيبقى عندك مشكله ان اساسا بدايه من اعلى الناس في المصنع التعامل مش حلو، فالاصغر بيكون اصعب. لكن الشركات بدات مؤخرا انها تعمل حسابها في الموضوع ده، انها تاخد بالها من الجوانب دي، محدش يتعرض الكلام ده كله. وده برضه نرجع برضه الليفل المستوى بتاع الشغل. يعني مثلا لو مصنع محترم او مكان مثلا انترناشونال مكان كذا اعتقد مش هيبقى فيه الكلام ده خالص. مالتي ناشونال ما حدش يقدر يعمل حاجه. يعني مثلا في مصانع خلينا نتكلم مثلا حاجات بسيطه زي شنايدر الحاجات المشهوره هنا ما تقدرش تتكلم كمصنع. الاملاك بتبقى احسن بكتير وتعاملات بتبقى الطف بالظبط، لان هم بيبقى في كتير اوريدي موجودين ستاف من فوق في الاداره وتحت. لو انت عارف تخش حاجه زي كده تكون هي حابه الموضوع، ولو هي حابه الموضوع فعلا هتقدر تتعامل مع الحاجات دي كلها ايزي يعني. ولو حتى دخلت مجال اصعب من ناحيه الورش ونزلت والكلام ده كله، انا في ناس من اللي اشتغلت معاهم في مشاريع من جامعات تانية شفتهم في ناس بيتعاملوا في الورشه احسن مني انا مع العمال، بيعرفوا يكلموهم يدوهم الامر الصح، ما يخليهمش مثلا يعملوا حاجه، لا يعني هم ان شاء الله خطوه من الجامعه بالظبط. والكلام ده من حد في جامعه لسه في الجامعه وبيعملوا كده، والاكبر هكذا. فاللي حابب الموضوع بس ان هم تتقبل ده اللي هيحصل. احنا وضحنا لها الصوره بالظبط، لكن ده بيحصل وناس موجودين بالفعل والكلام ده كله. المهم بس ان محدش ياخد الحاجه بحساسيه زياده، يعني ده كده كده هيحصل ومعروف حاليا، وطبيعي ان الوضع مش سهل بسبب الامور بتمشي ازاي من زمان. يعني هو ده طبيعه المصنع وان هم متعودين على كده والكلام ده كله. بس اظن مع الوقت وانتشار الموضوع هيبقى الموضوع تدريجيا اسهل شويه. طب عايز اعرف منك كده مجالات الشغل بشيء من التفصيل. يعني حد داخل ميكانيكا فعايز يعرف هو هيطلع يشتغل فين، هيشتغل في مصنع، هيشتغل في ايه. كل قسم بيختلف، فانا عايزك توضح لي كده قسم من احنا الاربعه اللي بيشتغل فين. تمام. الميكانيكا بقى هو يمكن اوسعهم من ناحيه الشغل، بيشتغل في صيانه المعدات الميكانيكيه الكبيره كلها، بيشتغل في خطوط الانتاج جزء من مفيش تصنيع دكتور الصيانه تصنيع قليل شويه عشان هو احنا بنتكلم اللي جوه مصر قليل التصنيع. تمام. بس احنا في ميزه عندنا في مصر ان احنا عندنا من اكبر مجالات الحديد في الوطن العربي، المعادن عموما وتشكيلها والمصانع. احنا عندنا قوه كبيره في الدولة، وده اللي اكتشفته المصانع عندنا موجوده. لو في مصانع بتخرج مثلا بتخرج الحديد مش بمعنى تصريح يعني قطعه مع بعض وتركبها كمنتج، لا انا بخرج لك مثلا شيتس اوف ميتال اللي بتستعملها في تصنيع حاجات تانية. بخرج لك حاجه اسمها عواميد مثلا، حاجات تانية مواد خام داخله. بالظبط، انت بتاخد الماده الخام اللي هي الحديد بتحولها للحاجات اللي بستعملها فعلا في التصنيع والكلام ده كله. فدي فرصه كبيره موجوده. والميزه عندنا ان المصانع مثلا على مستوى افريقيا مثلا حد لازم تصدر لكل افريقيا تقريبا او فرنك. يعني المصانع برضو ليها وزنها، مش ان هي لا محليه في مصر بس، لا هي بتصدر. بالظبط، احنا في مجال المعادن وتشكيلها احنا عندنا يعني المجال مش بالظبط المجال ده عندنا الحمد لله بالكلام من حتى الناس اللي شغالين فيه كمان، ان هو لو انت بس تعرف تمشي نفسك فيه كويس، لان هو سوق كبير ومستاهل انك تمشي امورك اللي لازم تفهمه. لا في الحمد لله فلوس ممكن تعمله من شغلك لوحدك كمان. انت ممكن تبقى شغال في مصنع وبتعمل حاجه والكلام ده، وحد يكلمك انا محتاج اعمل منتج كذا كذا، انا كانك مقاول بس على المعادن، انت بتعمل كل الشغل بتقول له نعمل كذا وكذا وكذا بنفس الطريقه. وجزء من كمان تاني حاليا متطور وبيظهر عندنا الطاقه المتجدده، بالذات حاليا الطاقه الشمسيه وطبعا طاقه الرياح. في بعض ميكانيكا باور بيدرسوها في الكليه وبعض لا، سواء درستها او لا هي بتبقى ماده اساسا، فمش الفرق الكبير. وتعلمها دلوقتي حتى كفكره صغيره ممكن يفيد بعدين، هم دلوقتي شغالين عليها اوريدي في محطات زي الضبع او غيرها هنا. وهي اي حاجه في هندسه الصراحه يعني دي سيلف ليرنينج، انت لو عايز توصل لاي حته هتوصل لك بالظبط. لازم عندنا نفس الموضوع نفس الطريقه دي. والجزء الثاني برضه انك ممكن تشتغل في السي ان سي بجانب المعدات وتصنيع المعادن. السي ان سي جزء منها بس بيتطلب معرفه سوفت وير شويه، السوفت وير بتاعها مش شبه حتى الامبيدد سيستم. السي ان سي ليه طريقه سوفت وير محدده لوحده، فانت لو اتعلمتها، لان احنا ما بندرسهاش في الكليه بتفصيل على فكره، سواء ميكاترونكس او ميكانيكا، بتبقى حاجه بسيطه لو انت اتعلمتها يبقى ليك فرصه كبيره، لانك حرفيا ممكن تصين مكنه ثمنها 20-30 مليون تطلع وحد عشان حد مش عارف يحل مشكله كود داخليه في السيستم او الكلام ده. انت قصدك بس بتبقى فرصه حلوه دي.
ماشي تمام. بالنسبه للميكانيكا باور كمان في شغل في دوائر النيوماتيك والهيدروليك اللي هي بتشتغل بضغط الزيت وضغط الهواء، وتقريبا معظم المصانع اذا لم يكن كلها بتستعملها بطريقه ما. يعني الهيدروليك دي مثلا اللي هي الكوريك مثلا الجو بتاع العربيه مثلا ده مثال لي انك بتضغط حاجه بيزك كده بقى اوصل الصوره بالظبط كانك بتضغط زيت، فبتستعمل قوه الضغط دي في انك ترفع حاجه بالظبط. ودي برضه من المعدات الثقيله اللودرز والحاجات اللي بيتم البناء فيها عشان الزيت مش قابل للانضغاط بالظبط. دي بيتم صيانتها من شركات كبيره ومهمه جدا لان دي بتشتغل كل يوم. تمام. بعد كده بقى منتقل لقسم انتاج بيركز اكتر زي ما قلنا على انك تبدا المنتج ازاي، تعمل البروسيس بتاعت عمليه تصنيعه من الاول للاخر بخط الانتاج، تكون فاهم ازاي تصميم خط الانتاج وتصميم المواد، وتبقى فاهم كويس قوي في المواد الخام لانك بتشتغل في اختيار الماده. اول ناس بيروحوا لهم مع المنتج الجديد هو مهندس الانتاج. لازم تبقى فاهم الشغل ده كويس قوي. وكده كده انت بتندمج مع باور مع باور في حاجات لازم بتتشاركوا فيها مع بعض، كل واحد يبقى عنده معرفه عن الحاجات اللي التاني عارفها بشكل على الاقل بسيط. تمام. احنا كده قلنا باور وانتاج، عايزين نخش في سيارات بقى. تمام. سيارات، احنا عندنا مصانع تجميع سيارات مش قليله، 3 أو 4 مصانع كبار بيصنعوا عربيات كبيره لوكلاء كبار على فكره، وانا رحت واتدربت هناك. فبياخدوا اول ناس في خطوط تصنيع الاماكن دي او خطوط تجميعها عشان الاصح بياخدهم هم سيارات. بجانب ده معظم الوكلاء دول عندهم توكيل العربيات اللي انت بتروح في شغلانه مشهوره اسمها ريسبشن انجينير، ده اللي مسؤول ان انا بروح اديله العربيه هو يفحصها ويتعامل مع العميل ويتاكد ان العمال بيعملوا شغلهم بشكل صح والكلام ده كله. يعني ياخد منك العربيه يحدد المشكله ايه بتاعتك وهنحلها ازاي، وبعد كده يولي الحاجات دي الفنيين بقى بالظبط، ويتاكد ان هم عملوا شغلهم بشكل صح. وحتى الشغل في مجال السيارات بيبقى فيه جزء تاني بتنتقل في المناصب هناك، بتبقى مناصب اداريه زياده. يعني انت ممكن تبقى ماسك توكيل منطقه، مدير التوكيل بكل عملياته. عايز اقول لك حاجه صراحه، يعني شفتها كتير قوي، ناس كتير بتخرج من ميكانيك سيارات بيقوم فاتح كده زي مش مصنع، يعني مكان كده بيعدل فيه السيارات بقى، ويبدا ان هو يهندس بجد، يعني بيبدا ان يديله بس على شباب مثلا او كده، ياخد العربيه بتاعته يبدا ان هو يظبطها له، يحط له ديزاين ويوريها له على سوبر ماكس هنا كذا وكذا، وبيبدا ان هو يعدلها له. برضه في حاجات ميكانيكيه بيبدا ان هو يغير له، يعني مثلا عايز يركب اوتو مختلف وحاجات زي كده، بيقدر نقول له بقى مهندس بجد بقى، مش زي ما بتاخد كده. هو فعلا في منهم كتير بيعملوا ده، وفي منهم كمان بيفتحوا الجزء المركز وكيل صيانه ليه هو شخصيا. الفكره في الاثنين ان هو بيبقى عارف اكتر طريقه بكفاءه ان هو يعمل منتج. هو حتى لما بيفتح حاجه لوحده بيبقى مالكها هو، فمش مثلا ملتزم بقوانين التوكيل الاجنبيه قوي، بيبقى عارف هو هيمشي شغله ازاي ويوري العملاء اللي هم عايزينه، انت هتاخد اللي انت عايزه ونعمله مع بعض، بدون مثلا انك تروح توكيل تقول له عايز اغير كذا يقول لك لا ممنوع، ما اقدرش اغيرها انا عشان ملتزم الوكيل. بس دي حاجه حلوه جدا، يعني الناس اللي اصل بصراحه يعني انا من وجهه نظري بنفسي اول ان افتح بيزنس نفسي، مش عايز ان اشتغل في وظيفه حاجه زي كده. في ناس كتير بيبقى نفس تفكيرها نفس الحكايه دي، فقسم السيارات ممكن يديهم فرصه لحته زي كده. وقسم السيارات كمان ممكن اغلب الناس بتنصح، لما دخلت حتى الشركه وسالت المديرين والكلام ده قال لي لا حلو جدا انك تفتح بيزنس دلوقتي فعلا، حاول بس اول سنه سنتين تبدا تكون فهمت المجال ماشي ازاي. يعني انت افضل تخش المصنع تشوف الدنيا ماشيه ازاي، تاخد خبره، تكون علاقات، اهمها الاساس بالظبط، وبتبقى حاجه حلوه انك عندك قابليه تبيع. بس ده بالنسبه للسيارات. تمام. مش فاضلنا رابع قسم ميكاترونكس. تمام. برضه تمام. ميكاترونكس في جزء صغير من الحاجه الغريبه شويه، ان مفيش مهندس ميكاترونكس ممكن تلاقيه متخرج من جامعه زي التاني والاثنين عارفين نفس المعرفه. دي هنتكلم عنها اكتر بعدين. الدراسه بتاعتهم بتختلف من اللائحه بتاعتهم، اللائحه الدراسيه بتاعتهم مش لازم يكون نفس المواد خالص. فاللائحه ممكن تختلف، انت ممكن تلاقي ان طالب بيدرس ميكانيكا بشكل اكبر كتير والكهرباء قليل كميكاترونكس، وممكن تلاقي العكس بيتم. لسه اللائحه مش متثبته في الجامعات، فالكل بيبقى مختلف شويه في اللي عارفه. بس كده زي ما قلنا ان هو كده هيعتمد على نفسه ان هو يتعلم حاجات كده بالظبط. قسم ميكاترونكس بالذات في مشكله انك كده بنتعلم حاجات ومحتاجين نعمل ده عشان نكسب الادفانتج في اي قسم. عيب ميكاترونكس ان دي ضروره، لانك بتخرج مش متخصص في اي حاجه. انت مالكش تخصص اساسي اساسي. ده حته كام هنتكلم برضه في حته ان ندخل ولا لا ننصحه برضه بيب كده، بس هو خد حته من كل حاجه كده وهو عايز يشتغل هنا فقوي نفسك بقى. بالظبط. فلما نيجي بقى نتكلم عن المجالات، انت ممكن تشتغل في شبه مجالات ميكانيكا باور اللي هي بين التصنيع وصيانه الماكينات وجزء ضغط الزيت الهيدروليك والنيوماتيك ودوائرهم، وفي جزء كمان ممكن تتميز بيه بانك تاخد حاجه اسمها الكترو نيوماتيك او الكترو هيدروليك، تدمج الدوائر دي بدوائر كهربائيه تحكم. تقدر تدمج الاثنين مع بعض. دي فيها ادفانتج كبيره ولسه مش منتشره قوي على الاقل في مصر، مش كتير عارفينها.
والجانب التاني انك ممكن برضه تشتغل في جزء المقاولات، انك تصمم مثلا لمصنع والكلام ده كله، مثلا نظام التكييف بتاعه، نظام الاطفاء الحراري، المواسير والكلام ده كله. ده برضه ميكانيكي باور ممكن يشتغلوا، بس لازم بتاخد له كورسات خارجيه اللي ساعات ما بتاخدوش في الجامعه خالص. احنا هنا كده دخلنا مع الاقسام التانيه شويه. بالظبط، انت كده مندمج كده اكتر، انت مع ميكانيكا باور. ده الجزء الاول. الجزء الثاني نقلنا الجزء برضه بنتدخل فيه مع قسم تاني اللي هو جزء امبيدد سيستم. اكتر قسم دخل فيه مع اتصالات. امبيدد سيستم فكرته كلها انك دلوقتي عندك اي حاجه عايز تحركها ببرمجه زي ما اتكلمنا. وابسط مثال لده ممكن تلاقيه بناخده كتير وبنتكلم عنه، بيقول لك مثلا الثلاجه لو انت فتحت الباب يقول لك درجه الحراره جوه القياده. طبعا لما نوصل الليفل اعلى سواء بقى ذاتيه القياده والسيستمز اللي جواها والكاميرات وغيره. بالظبط. فانت الفكره من ده انك بتاخد مايكرو كنترولر كانك معاك كمبيوتر على مصغر، وبتكتب له البرمجه عليه، بتكتب الاوامر اللي انت عايزها عشان يتعامل مع الحاجات الخارجيه اللي انت هتحطها. انت عايز تستشعر حراره، عايز تدي اوامر حركه، معاك كمبيوتر صغير برمجه برضه، البروجرام بتاعه برضه ما بيبقاش زي البرمجه العاديه، لا ليه يعني حاجات تانية مختلفه، وبتبرمجه لحاجه معينه. يعني نعمل سبيسيفيك تاسك كده، مثلا ان هو مثلا عربيه تتعلم ان هي ازاي تسوق نفسها بنفسها، مثلا زي ما قلنا مثلا التكييف مثلا والحاجات دي، ما اعرفش فيه بالظبط، بس يعني كمبيوتر صغير بيقدر يعمل وظيفه محدده. بالظبط، هو ده بيكون فيه. وفي الميزه في الجانب ده ان في شركات كتير في مصر وكبيره وبيدفعوا سالري كويس لما نيجي ليه، زي فاليو ايفي لابس وسايتك وكذا شركه تانية. مع الميزه دي وسهوله انك تدخل الشغل مع المذاكره، بتقدر المصادر كلها موجوده على النت كويس. في برضه عيب ان في تنافسيه عاليه جدا على الامبيدد دلوقتي، وبقى لهم مده اساسا التنافسيه دي، عشان اولا في اقسام بتتداخل زي ما قلنا. الجزء الثاني ان كتير من الناس حتى ميكانيكا باور، كهرباء باور، كتير من الاقسام واللي بره هندسه شافوا ان الامبيدد مجال كويس، ودبلومات كتير موجوده ممكن تاخدها، سواء حاجه مدفوعه او الاي تي اي مثلا 9 شهور، والناس كتير بتدخلها وتشتغل، تبقى من انجح الناس فيها. يعني هو مثلا يشبه قوي السوفت وير التنافسيه اللي فيه. يعني هو ممكن حد مثلا من كليه تانية، من معاهد مش عارف ايه، بيبقى حاول يخش في مجال ده لان هو مجال كويس. بالظبط. بس برضه تقريبا متميز كده متميز اي. بالظبط. ده اي مجال ايه، بسمع 15 بسمع يعني هي ارقامها حلوه وكل حاجه، بس دخولها التنافسيه محتاج تركز على نفسك وتشتغل على نفسك جامد فيه. هتقوي. بالظبط، وانك تكمل مشاريع لوحدك كتير. تمام. ده الجزء الثالث بيبقى ناحيه ميل لكهرباء باور او الكترونيات اكتر. ان في متحكم بيستخدم في المصانع اسمه BLC. BLC ده يشبه اللي اتكلمنا عنه في الامبيدد من ناحيه التحكمات، بس هو بيستخدم لماكينات المصانع. مش احنا قلنا ان احنا يعتبر مايكرو كنترولر، بس بطريقه مختلفه شويه يعني عن الامبيدد. بيدي الاوامر للماكينات. يعني انا مثلا المكنه عايزه تضغط على حاجه بوزن محدد 10 مرات، بعدين تنقلها كذا، بعدين تعمل، بدل ما اعمل الكلام ده مانيوال واغير العمليه كل مره، بيبقى زي تتابع برمجه للموضوع ده بيشتغلوا فيه، وبيبقى ليه اساسا كمجال كنت بتربطه بكنترول سيستم كامل. BLC مش باور يعني قسم كهرباء اصلا. بالظبط، صح. هو بيتدخل، هو اساسا قسم كهرباء ده الاساس. بس انت ممكن تدخل لانك بتدرس جزء منه، وكمان ممكن تستفيد بانك تبني كل دول في نظام تحكم كامل، ان بيبقى عندك النولج والسوفت وير انك تربط الماكينات ببعض ازاي والكلام ده كله. فممكن تستفيدها. حتى المهندسين هم كانوا بيذكروا هناك ان بيحاولوا يعملوها وشغالين عليها دلوقتي. اخر حاجه واللي تقريبا اغلبنا كطلاب ميكاترونكس بندخل عشانها هي الروبوتات. دي اللي بنشوفها من بعيد ومبسوطين بيها والكلام ده. ودراستها ممتعه بصراحه، يعني اللي حابب الموضوع هيلاقي الدراسه جميله وكل حاجه. نيجي بقى للشغل، وده المشكله اللي كان الكلام على ميكاترونكس بيعود عليها يعني كتير. الروبوتكس في الكليه جامده جدا وجميله جدا، في الشغل بتاعها في مشكله في مصر شويه ان احنا لسه ما عندناش انتشار. بدات مؤخرا ان في شركات بتعمل روبوت ارم بيدخل المصانع لشركات محدده. يعني انت بتيجي لي كمصنع تقول لي انا عايز حاجه تعمل لي التاسك المحدد ده، انا بعمل لك روبوت ارم المناسب وبرمجه وبعمل كل ده. عاده بيكون تجميع اجزاء وانت بتظبطه انت كمهندس. ده الجزء الاول. الجزء الثاني اللي فيه شركه كبيره زي فاليو بتعمله هو حاجه اسمها الموديل بيز ديزاين. الموديل بيز مش بس روبوتكس لوحده، لكن هو فاكرين كلمه الموديلنج اللي اتكلمنا عنها، انك ازاي تحول كل حاجه لمعادلات وتربطهم ببعض والكلام ده. هو بيشتغل في الجانب ده زياده، وده موجود في فاليو، وبعض المهندسين فيه منه واخدين مجال حلو جدا، وبدا ينتشر كمان. معظم شركات الامبيدد سيستم بقى عندها سيكشن موديل بيز ديزاين، فممكن تعلموا تحاول تدخلوا، ودي هتبقى فرصه حلوه. ما نيجي نتكلم بره بقى بالذات، هو ده الحاجه الاساسيه.
يعني اللي هو ممكن برضه انك تسافر بيه. ففي الحاله الحاليه كقسم ميكاترونكس انت لو حابب المجال وده كتير، انت لو تميزت على فكره بنتكلم على السالاريز والكلام ده او اعلى سالاري من كل دول اساسا، بس لو تميزت وحبه فعلا انت ممكن تشتغل حاجه قريبه منه. يعني ممكن تلاقي نفسك سواء انت كده بتدخل سنه في الامبيدد لانك بتاخد روبوت تخليه يعمل بصر، ممكن تكمل امبيدد على ما تقدر تلاقي الفرصه، ممكن تدخل من الاول موديل بيز ديزاين اللي موجود بتحاول ما هي بصراحه مميز قوي قسم ميكانيكا ان هي بتدخلك مع كل الاقسام، اللي هو انت عايز كومبيت هنا تقوي نفسك وتقدر تخش بالظبط. اللي بيحصل في اي قسم في هندسه ان انت بتعتمد على نفسك في انك تتعلم اي حاجه بصراحه، يعني ده في اي حته هي كلها بتديك البيزكس وانت بتقدر انك تطور نفسك. بس هنتكلم برضه على حته الشغل وفرص في مصر دي ان شاء الله جايين لها. احنا اتكلمنا في مصر، والسوق برضه في مصر دايما بيبقى كسالري اضعف من بره، فالناس كتير قوي الناس بتخش هندسه بيبقوا عايزين اصلا. فعايز اعرف منك هل فرص شغل بره مصر في اقسام ميكانيكا عموما بالذات مثلا ميكانيكا باور وانتاج بيكونوا مطلوبين بجانب البعد الغرب، خلينا نتكلم في دول الخليج، عشان في هناك كتير مصانع تحليه مياه بتبقى معتمده على خطوط انتاج كبيره وعمليات كبيره والكلام ده، في كتير شغالين هناك. عندنا ناس كتير قوي بتيجي من السودان بيجوا يخشوا عندنا عشان هم يسافروا الخليج اصلا. بالظبط يعني هي بيبقى جانب منها، والجانب الاخر ان طبعا مجال البترول هناك والغاز انت بتقدر تشتغل فيه مع مهندس البترول عادي جدا ما فيهاش مشكله. والاخير ان هم عندهم صناعات غذائيه كبيره، يمكن اكبر، يمكن الكم هنا عندنا بس هم اكثر تطورا عشان بينتجوا مثلا السعوديه ممكن تلاقيها بتنتج الخليج كله في مصنع واحد زي بسبب راعي مثلا. بالظبط المعايير واخده الابروتش بالظبط، فانت بيبقى عندك فرصه انك تشتغل اصلا من حاجه قريبه. اما بقى لو بقينا نتكلم على العالم كله، معظم الاقسام هتلاقي فرص مختلفه كتير جدا، اكترهم طبعا باور وانتاج عشان انتشار الحاجات المختلفه في المجالات اللي اتكلمنا عليها سابقا. فرق انك مثلا في السيارات ممكن تشتغل في مصانع اكثر تطورا وفي المصنع الاصلي نفسه في التصنيع، ومع السيارات الكهربائيه بالذات يعني دي حاجه فرصه جديده مش كشغل. بجانب الطاقه المتجدده بره على سكيل اكبر من مصر دلوقتي، هم عندهم اساسا من مده الموضوع ده، ففي شغل كتير متاح في الجانب ده. بالنسبه للميكاترونكس زي ما قلنا يمكن ده الجانب اللي هي بره هتلاقي فيه كل اللي بتفكر فيه من الناحيه دي. انت بتفكر من ناحيه انك محتاج روبوتكس، الكلام ده موجود كتير، ومش بس امريكا يمكن المعظم المفكرين فيها في السيليكون فالي واللي بتطلع عليه، بس كتير حتى في اليابان والصين دلوقتي بيحاولوا يتطوروا جدا في الموضوع ده. وفي ابروتش اخير في الشغل بره، وده تقريبا كلنا يعني يمكن نفسنا نحققه او ناس كتير بدات اوريدي، الا هو الشغل من مصر لمكان بره. عشان اولا انت بتكون في مكانك مع ناسك وما بتتغربش من الاخر، وفي نفس الوقت السفر بيكون كانك قاعد هناك، فبيبقى كويس جدا لجوه. عيبها بس انها ليميتد لميكانيكا شويه في المجالات اللي مش محتاجه وجودك في الفيلد، زي مجالات التصميم ومجالات بالنسبه للميكاترونكس مجالات جزء من الامبيدد سيستم ممكن تشتغلوا من هنا مع بتجرب في حاجات هنا وتبعت لهم حاجات. والجزء الثاني كمان جزء الاي اي، هو مش حاجه رئيسيه في ميكاترونكس، بس لاحظت مؤخرا ناس كتير من ميكاترونكس بيشتغلوا عليه لان هو في جزء خصوصا الاي اي اللي مربوط سنه بالروبوتكس باي هاردوير بيقدر تشيل، لانك بتقدر تتكلم في هاردوير ده بتقدر تشتغله بسهوله جدا من بره لانك اصلا مش محتاج تبقى موجود. تمام. طب انت قلت مثلا ان في شغل ممكن يبقى في مصر وان انا بشتغل بره، فبرضه اسئله كتير اللي بشوفها في الكومنتات ان الناس بقى مساعد تشتغل فريلانسر، فهل قسم ميكانيكا بيتيح لي ان انا اشتغل اونلاين مع صح؟ في تاسكات طبعا على مواقع الفريلانسر اللي كلنا عارفينها، في تاسكات بالذات اولا التصميم الميكانيكي على السوليد وركس مثلا ده مطلوب كتير جدا والتاسكات بتاعته موجوده وفلوس اللي بتجميع منه حلو، لان في ناس اعرفهم بيشتغلوا في الجانب ده. انت بتطور نفسك فيه والتصميمات بتاخد من العملاء، مثلا محتاج حاجه تصممها لي 1 2 3 4 فبتصممها له وبتبعتها له، بس انت مش محتاج تكون موجود بالتاسك. الجزء الثاني انك تصمم دواير اللي اتكلمنا عنها هيدروليك ونيوماتيك، مثلا واحد محتاج يبني حاجه بتعمل له كذا، مصنع بيعمل كذا، طب تمام احنا ممكن نبني الدايره ب1 2 3 بمواصفات كذا بمواصفات كذا، قريبه من انك مثلا هتشطب شقه وتقول ان انا هحط الاسلاك فين، فانت بتبني خريطه ليها احنا من غير ما تروح تنفذها، فده مش هنلعب بالجوب اللي هو انت بالظبط، لان ده كانه فريلانس عادي. الجزء الثالث الامبيدد انك ممكن تشتغل فريلانس، هو مش اكبر طلب عليه دلوقتي بسبب ان هم بيعتمدوا اكتر على شركه، عشان صعب انك تخلص الشغل لوحدك اساسا، بيكون في كذا ديبارتمنت والكلام ده. حتى لو شركه صغيره، اغلب الشركات على فكره اللي في مصر بتاعت الامبيدد ما بيشتغلوش مع مصريين اساسا، مع انها شركه حتى لو شركه صغيره. انا عارف شركات صغيره يعني مثلا موظفينها 10 او 20 لسه مش كبيره، بالظبط هم كلهم شغالين مع كلاينتس بره مش هنا، فممكن تعتبر اساسا جزء فريلانس بس مع الشركه. من ناحيه الجزء الاخير بقى اللي اتكلمنا عنه باختصار كان الاي اي موجوده بالتاسكس اللي ممكن ننفذها، الكلام ده كله اي حاجه تتعمل على اللاب
من غير ما تروح هتعرف تعملها. واخيرا طبعا الماتلاب ما اتكلمناش عنه في ميكاترونكس كتير لما نوصل ليه لسه، بس الماتلاب اداه قويه جدا وخصوصا في ميكاترونكس بتقدر تستعملها عشان تربط الاجزاء ببعض وتعمل محاكاه كامله للسيستم كانه شغال بس على الكمبيوتر. والماتلاب شغله كتير اكتر ما كنت متوقع، موجود فعلا بكتير. وانا بعمل بحث كده عشان اجمع الاسئله وكده، لقيت ناس بتتكلم عن 3 دي برينتنج ان هو يعني داخل في موضوع ميكانيكا وكده، فده يتحط فيه يعني بقى كتير قوي. ليه شغل برضه فريلانس كده. اولا 3 دي printing ممكن تشتغل من اي قسم ميكانيكا، هو مش بالتعقيد البالغ. اكتر ناس هيبقوا فاهمين في المواد بتاعه الطباعه هم ميكانيكا انتاج، لان هم بياخدوا تشكيل المواد البلاستيكيه بيتم ازاي وانواعها وغيره. وكتير من الناس فريلانس حتى بيقدروا ان هم يعملوا 3 دي برينترز مناسبه للسوق المصري اللي هم شايفينه، خصوصا كطلاب لينا في مشاريع التخرج بنحتاج كتير جدا. فيعمل المكنه المناسبه يجمعها هو بنفسه عشان تبقى سعرها رخيص بالنسبه له، او يجيب واحده جاهزه من مكان معين شايفها مناسبه ويعمل هو بيزنس ان هو بيعمل 3 دي برينتنج وبيطبع حتى بحاجه بسيطه. انت عندك لو 3 دي برينتر واحد هتعرف تظبط امرك وبعدين تكسب. وكتير من الناس زملائنا حتى في الكليه لما تيجي تشوفهم كتير عاملين الموضوع ده عشان احنا فعلا كلنا بنحتاجه، حتى هم نفسهم في المشاريع. قسم الميكانيكا بنلاحظ اكتر انه بيتعامل مع معدات مع مصانع، يعني ما بيبقاش له علاقه شويه بالشركات، يعني ما بيبقاش فيه شركه. فهل ده يخليه ان هو مش محتاج سوفت سكيلز؟ يعني مثلا عندنا في طبيب عشان تشتغل في شركات كبيره وكده انت محتاج سوفت سكيلز عاليه جدا، يعني انك تكون بتعرف تتكلم مع ناس مش عارف ايه. فهل برضه قسم الميكانيكا بيهتم بجزء السوفت سكيلز ولا لا بيبقى مهتمين بالتكنيكال اكتر؟ تمام. انت قلت من ناحيه اولا اي شركه كبيره انت محتاج عشان تدخلها حتى كمهندس ميكانيكا سوفت سكيلز، لان عندك اتش ار انترفيو زي اي مكان. هنيجي نتكلم ايه هم، بس في حاجه اهم في الميكانيكا يمكن ما بتبانش من بعيد، بس زي ما انت اولا انت بتضطر تتعامل مع عملاء دايركت اساسا بطلباته، زي ما في الهندسه الطبيه بيتعامل مع الاول خالص بالظبط، ممكن تعرف منهم جوب او حتى لو انت شغال في شركه. تاني حاجه انت بتتعامل مع عمال، هم العمال اللي بينفذوا كل الشغل. التعامل مع العمال ومع العميل يعني انت لازم اولا يعني كذا حد ما بيتكلم انت لازم تكون فاهم ايه اللي بيحصل. اولا الناس كلها يعني يمكن السبب اللي كذا حد ذكره ان ما فيش حاجه اسمها حد قاسي عليهم واعمل كذا. اولا انت ما فيش حد، انت شغال معاهم، هم مش شغالين عندك تفاصيل. هم لو هو انت مضايق حد ممكن يوقفك شغل يخليك انت اللي متضايق، هو لا عادي يعني ده سهل الموضوع. لو دخول الشركات هل بيبقى محتاجين مثلا سوفت سكيلز عاليه؟ يعني انا عشان اخش الشركات وكده ولا ما هم نفسهم بيحتاجوا اساسا من الاول خالص ان يكون عندك سوفت سكيلز وانت بتتكلم معاه، انت بتتكلم مع العملاء عشان عيان. بالظبط. فالكوميونيكيشن سكيلز هتكون مهمه جدا في ناحيه اولا تفهم العميل وتكلمه وتتفهم مطالبه من غير ما يبقى في منكم مشاكل. والجانب الاخر انك العمال ازاي تدير التيم، ازاي تخليهم جزء من فريقك وكلكم مبسوط، يعني كل واحد ما حدش متضايق بالظبط. فده جزء الكوميونيكيشن. طبعا الثاني مع العملاء جزء السيلز، انت لازم تبقى بشخص بتتكلم من ناحيه انك تعرف تبيع الحاجه. انا بعمل لك المنتج، انا برضه ببيع الخدمه دي ليك، مش شرط ولا حاجه دايركت. فجزء السيلز مهم جدا. الجزء اللي في ميكانيكا ممكن ما بيتمش التركيز عليه برضه في سوفت سكيلز، وحاجه ممكن على فكره في طبيه برضه بتعمل جزء انك لازم تفهم الامور الماليه، اللي هو الامور الماليه دي الفواتير ومصادرها والكلام ده كله. احنا بنتعامل مع فلوس بيجينا ايكونومي بالظبط، غير انك بتدير ايكونومي الليجال ورك، انك تكون فاهم انت تعمل ايه. المشاكل دي وصلت لمشاكل معايا انا عشان ما كنتش اعرف حاجات كبيره جدا فوق ما انا كنت متوقعها بسبب حاجات بسيطه، ان هو انا شايف ايه اللي انتوا بنيه عليه بس بالظبط. اما جيت بقى في الحقيقه ما حد قال لي، مهندس اكبر مني في الجامعه وفهمني الكلام ده، قال لي اللي انت عملته ده لو انت عملته في شركه ممكن يشكوا فيك انك مثلا تسرق الفلوس دي بسبب انك ما خدتش بالك من حاجه او اتنصب عليك بطريقه ما. فجزء التعامل مع الفلوس والايكونومي دي ميزه لازم تتعلمها ولازم تفهم الموضوع ده، ما تهملوش لان هو فجاه هتتفاجئ بنتائجه في الاخر. الجزء الاخير في السوفت سكيلز الاولى التكنيكال رايتنج، انت لازم تكون بتعرف تكتب انجليزي يناسب الريبورت المناسب، لانك بتتواصل مع عملاء بره كتير سواء الموردين المستوردين بالظبط، ولازم برضه يبقى عندك قدره على التعامل بالانجليزي لانك برضه هتقابل عملاء كتير مش مصريين، فلازم يبقى عندك المهاره دي. بصراحه الانجليش في اي حاجه لو عايز تحط نفسك في بوزيشن كويس بالظبط انت لازم تدخل في الموضوع ده. اخر حاجه خالص هي مهاره البحث، انت ازاي لو انا اتقال لك حاجه انت مش عارفها تعرف تلاقيها دي في هندسه الله بالظبط، لازم تتنقل فيها. وحاجه ثانيه كان مثلا حاجه بيقولوها كتير اللي هي learn how to learn،
انك محتاج تتعلم مهاره ما تعرفش عنها حاجه، قدامك مثلا شهر شهرين انا هتعلم المهاره دي عادي ما فيهاش حاجه. بيقول لك عايزين نحط الداتا في اكسل شيت، طب انا ما بتعملش على اكسل قبل كده. بالظبط، تعمل يا باشا، اخش اشوف فيديو يوتيوب ب5 دقايق وتصرف عادي يعني. دي في هندسه كلها لازم تبحث بالظبط. الجزء بقى الناس مستنيه الفيديو ده كله عشان اصلا المرتبات. يعني عايزك تقول لي الصوره فعلا واقعيه كده عن المرتبات في مصر عامله ازاي؟ تمام، لو جينا لاغلب المصانع بنرنج بين اقل حاجه بتكون 4000 ونص تقريبا، والكلام ده مثلا كان من 4 شهور عشان حاليا في تغيرات شويه. ومثلا في الشركات المولتي ناشونال ممكن المصنع بتاعها يوصل ماكسيموم حتى 10، بس ده كفريش، انت بعدها بتتطور بشكل كبير والكلام ده كله في المصنع نفسه. المجال تاني زي ما شركات مالتي ناشونال هيبقى 10 برضه؟ ممكن يوصل، انا كنت كده سنسي 10 ان هي زي شنايدر ده ماكس. عشان الشركات المالتي ناشونال بتاعت الامبيدد بقى بنتكلم في مينيمم 12 و15، بس في شركات ناشونال بتدي 8. الشفت ده فهمت قصدك بدايتها. بس فهنتكلم عن الامبيدد في سعره، وهنتكلم عن المجال يعني مثلا واحد فريش جرادويت لسه متخرج مثلا، ايه المجالات اللي زي ما احنا قلنا مثلا امبيدد سيستم، قلت الامبيدد بيبقى فيها مرتبات اعلى، قلت مثلا من اول 10 نوصل لحد 15، ده فعلا موجود في بنيه مثلا، ممكن يوصل 15 ممكن اكتر بالظبط فريش لسه. فده عشان سوفت وير، والسوفت وير مرتباته بتبقى عاليه شويه. مش تبع الشغل في المصانع حاجات زي كده، هل ده يعني مرتبات مثلا تبقى اقل كتير؟ هي المرتبات بتبقى اقل بنسبه، يعني ممكن توصل انها 50% منه كبداية، لانك بتشتغل مثلا في الاول كمهندس صيانه، كمهندس انتاج، بتأدي مهام بسيطه على فكره نسبيه، اللي هو ممكن حد معاها برضه يشتغل معاك برضه في الاخر لان حاجه مش معقده قوي. بالظبط. اي حد ممكن يشكل جزء منه، عامل كويس هيعرف يفور في مكان. ففي الاول انت بتدخل عشان تتدرب، تبدا فاهم المكان. وقت ما تبدا تتطور شويه في المكان وتقدم، بيبقى تبدا تزيد المبالغ شويه. وطبعا اما تروح شركه كبيره او مصنع ليه اسم كبير وانت ليك خبره كمان مش فريش جراد، نتكلم بقى في المرتبات الكبيره فعلا. يعني تبدا بقى انت هنا من مرحله انك فريش، لا انت خلاص بقى اثبتت نفسك واثبتت وجودك وما يقدرش يستغنى عنك. بالظبط. لسه هو مش بياخد منك حاجه، هو بيعلمك لسه. بالظبط، فعشان كده بنستغل النقطه دي شويه. بالظبط، كانك شغال في الامبيدد على بروجكتس لوحدك، بدل ما بتعمل ده عشان المصنع ما فيهوش ده، انت بتشتغل جوه المصنع، يعتبر كانك بتشتغل ببلاش، بس ببلاش قوي. الجزء يمكن الاخير مش بيتكلموا عنه كتير، في ناس مثلا بتبقى مهتميه شويه بالجزء الاكاديمي. من ناحيه انك تتعين كمعيد. وعلى فكره تعيين معيد مش شرط انك مثلا تبقى الاول او تاني على الدفعه عشان تعين، انت ممكن تروح تعين، وحتى لو جيد وجيد جدا بيتعينوا في الجامعات عادي. فانا اللي اعرفه، حتى عشان ده اللي اعرفه اكتر، مجال الجامعات الخاصه بيكون رينج المعيد كبدايه من 5 ل 7000. معظم الجامعات بتبقى مترينج الموضوع ده، وبيتطور بشكل تدريجي نسبيا. الاكاديمي ما فيهوش مبلغ كبير، بس ليه ميزات تانية، بان بيبقى عندك وقت تحضر ماجستير ودكتوراه، وليك دعم منح بشكل اسهل لو انت عايز تسافر منحه ماجستير. ففي جوانب الاكاديميه اكتر من فلوس، لكن الاكاديمي مش الفلوس اهم حاجه عنه. بتخش عشان المرتبات، لا انت بتخش عشان انت باصص لحته قدام احسن. بالظبط. وفي كتير بيشتغلوا بجانب الاكاديمي، الشغل الاكاديمي بتاعهم ودي بتاعهم شغل اصلا في مصنع عادي، في مكان، في شركه، في الكلام ده كله. من اجمد الحاجات اللي بصراحه بشوفها في ميكانيكا، اللي هو بتخليك تبص على ميكانيكا كده جدا، المسابقات بتاعتك ومسابقات ميكاترونكس عادي كلها. يعني عايزك تكلمنا كده. المسابقات هي تجربه مختلفه شويه، في انك فجاه بتتعرض لكميه ضغط انت ما كنتش هتتعرض ليه، وفجاه بتلاقي نفسك طلعت نتيجه وانت من دقيقتين بتقول خلاص انا فشلت، انا ماشي من المسابقه، ما ينفعش. هي اكتر مكان بتلاقي فيه حاجات كانه معجزات بتحصل، بتعرف تصرف نفسك بطريقه انت نفسك ما تعرفهاش، فيبقى كرهتها، وبتفضل كمان ذكراها حلوه جدا. يعني انا ممكن المسابقه بعيده عن النتيجه اللي حصل، سواء كسبت او خسرت، سيبني من النتيجه، انا مبسوط بالتجربه اللي خدتها والتحديات اللي اتعلمتها. اتعلمت حاجات بالظبط جدا ما كنتش عندي فكره وما كنتش ناوي اتعلمها اساسا في الوقت ده. برضه ممكن اقول المسابقات الاهم كاسماء برضه عشان الناس تدخلها. اول مسابقه ميتال مونستر فايت، واندر ووتر روبوتكس فيكلز، ومايند سويبر، ومايكرو ماوس، والهاكاثون اللي بتعمله شركه ديل، وناسا سبيس ابس تشالنج اللي بيتعمل في كذا محافظه، ومسابقه روبوكون، ومسابقه اي تريبل دوينو. دول حاليا من المسابقات اللي موجوده لسه شويه، في مسابقات لسه ما رجعتش من بعد الكورونا، منهم روبوكون. فده مثال ليهم اللي كنت حابب ابدا فيه. يعني انا تقريبا دخلتهم كانوا 3 مسابقات بالنسبه، يعني اي تريبل دوينو، والحمد لله فزنا الثاني انا ومش بالاردوينو. انا فزنا انا كنا اولى عنها.
الثانيه اكثر حماس. بنعمل اوتوماتيك irrigation سيستم، نظام ري بالطاقه الشمسيه اوتوماتيك. اتكلم عنه الاول لان دي اللي فوزنا فيها. انا ما بقولش الثانيه الثانيه طلع الثانيه احلى من 1000 مره. بالنسبه لاول مسابقه دخلتها هي اي تريبل اردوينو، وكانت فكرتها انك تعمل بالاردوينو حاجه جهاز يواجه حاجه من كوفيد من الخلفيه. فاخترنا ان احنا نعمل اوتوماتيك irrigation سيستم شغال بالطاقه الشمسيه. ببساطه انك بتروي النباتات لما تحتاج اوتوماتيك، انت سيد مدقق، وكمان مش محتاج طاقه خارجيه، انت عندك الواح شمسيه جايبها. والحمد لله فزنا انا وفريق يعني فزنا المركز الثاني على اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا الحمد لله. فكانت تجربه حلوه، وكانت المسابقه اونلاين ما رحناش في مكان. تاني تجربه ودي يعني المميزه بالنسبه لي جدا هي مسابقه ميتال مونستر فايت. دخلناها السنه اللي فاتت اللي هي 2022، وبدايه من مرحله دخولها لغايه انتهائها يعني كانت حاجات مختلفه كتير بالنسبه لي. انت اول حد ما بيقول لك صاحبك احنا عايزين ندخل مسابقه كذا، يا عم يعني احنا اساسا مش بنتعلم عندنا كويس عشان اروح اعمل في مسابقه، ولا عايز اعمل حاجه، ولا احنا ده على اساس. فبعدين لما حد صاحبنا يعني كان قاعد بيفرق علينا ولا والكلام ده، طب ماشي يا عم اقدم ولما نتقابل نبقى نتكلم. بعد ما نتقابل سبحان الله بتحصل حاجات. اولا بتضغط في ديت لاين ما بتشوفوش تقريبا بيحصل. بعد كده بتنتقل انك تنزل تجيب حاجات عمرك ما جبتها فجاه، والمفروض تجيبهم وبيتنصب عليك، وبتجيب حاجات غلط كتير. اول مره دي كانت اول مره بالنسبه لنا، اكتشفنا ده بعدين. بتتلهوا كده فجاه. وكان اول ديدلاين سلمناه للروبوت بيتحرك، بيبقى بيطلب تصوير الاول قبل ما تروح المسابقه لاي حاجه. سلمناه قبل الديدلاين بدقيقتين، ويعني كان بيتحرك بالزق. بعد ما يتزق كده اللي هو بعدها اللي هو نفس عميق كده هنعمل ايه. جاء بقى نروح المسابقه قلنا هنعدل وبتاع، ما كانش باقي كتير. حصلت حاجات كتير. المسابقه كان مطلوب فيها ايه؟ هي فكرتها انك يبقى في روبوتات بتحارب بعض، والروبوتات دي وزنها 60 كيلو، يعني هي بتبقى كبيره جدا. فبتهتم انك في المسابقه دي انك تعمل بادي كويس، جسم قوي وخفيف وما يتقلبش ضد الاسلحه المختلفه، في تنوع كبير في الاسلحه. فبتبقى محمسه وغريبه شويه، فيها شغل كتير ميكانيكال ديزاين. هي اغلبها ميكانيكال ديزاين، الكهرباء اللي بتتحرك في الاخر والكلام ده. حتى لما رحنا المسابقه احنا تقريبا الوحيدين اللي رحنا بروبوت قطع. يعني احنا رحنا وكان تاني يوم الفايت احنا رحنا قطع، قعدنا سنه لغايه تاني يوم مطبقين عشان نجمع الروبوت. وطبعا ما بدانا نشوف روبوتات الناس التانيه تقريبا كلهم ما عدا تيم واحد كانوا داخلين قبل كده بدبابات، هم عارفين. فاحنا عرفنا احنا لا احنا ما ندخلش، ما ينفعش عيب، بس يلا. اصل احنا جينا وعملنا مش هنقعد. وكان الكلام بره القاهره، فكان في كامب الاكاديميه العربيه في العالمين، فكان تجربه كده كامله. انت قاعد في الكامب الفندق هناك والكلام ده كله. فسبحان الله دخلنا المسابقه والروبوت ما اشتغلش قبل اول مباراه بدقيقه، مش فصل. اخرنا الفايت وسبحان الله والناس تيجي تساعدنا والكلام ده كله، واشتغل ودخلنا الفايت والحمد لله. كان فايت حلو جدا، خسرنا من فرق نقطتين باين اساسا. كان فايت مبسوطين بيه اساسا. قلنا تمام مش مشكله. بس بعد الفايت المواتير كلها اتحرقت. فيعني احنا يا اما ندخل تاني فايت بكره، يا اما ليلتها حد ينزل القاهره يجيب مواتير جديده كلها ويرجع عشان نركبها. قلنا طالما جينا وحرام ما ندخلش هنتدرب بكره، حد من الفريق نزل جاب كل المواتير وجه تاني وركبناها. وبرضه حصل ان الروبوت اشتغل وجهزناه والدنيا كانت تمام الحمد لله. قبلها ب 10 دقايق في بويضه اتحرقت. البويضه اللي بتشغل الدرايفر اتحرقت. قلنا خلاص بقى كده سلام نمشي بتاع الكلام ده. سبحان الله الناس بتيجي وهكذا. الناس اللي بعدها وساعدونا وقفوا الفايت، والمنتورز اللي موجودين في المسابقه والناس اللي ضدنا كانوا قاعدين بيساعدونا والله، بيركبوا معانا وانا كنت ايوه لا الناس اللي كانوا بيركبوا معانا وهم اللي داخل ضدهم الفايت. وحصل فجاه عملنا كود جديد تماما ومع المشمهندس عملنا الكود القديم كله وغيرنا روبوت صفر في حاجه بسيطه الحمد لله. ودخلنا الفايت ده كنا كاسبينه. بس للاسف حصل مشكله ان الروبوت وقع من الحلبه ما كانتش مصممه لروبوتات واطيه، واحنا اخترنا ان الروبوت بتاعنا يكون في الارض عشان ما يتقلبش. فاحنا بنمشي المفروض الحلبه دي بتحد بعد ما يتخبط الروبوت انه ما يقعش زي حلبه المصارعه كده كانسان. فالروبوت بتاعنا بالظبط الروبوت اتخبط سنه فلسه بنمشي، فقوه الدفع رجعت له وهو وقع. فنقنعهم يا جماعه عايزين، طب احنا مالنا الروبوت الوحيد اللي شغال وبيقول زي الفل بس ما ينفعش. فعموما عادي بقى الموضوع سيبنا من كل ده والمكسب والخساره كان ده اهم حاجه بالنسبه لي في المسابقه. ان انا ما شفتش تعاون بيحصل في اي مكان اكتر من مسابقه. الناس بعد اول يوم ساوت وشافونا وتعرفنا خدونا واحد كده، يا جماعه احنا عملنا الروبوت بتاعنا بالطريقه الاولى والثانيه والثالثه، وانتوا المفروض مثلا تحسنوا 1 و2 و3، وايه اللي انت مش فاهمه هنا انا معاك. طب احنا عملنا PCB
صممناها بالطريقه المعينه دي، ان هي دايره الكهرباء صممناها والمفروض نستخدم كذا وكذا. كل فريق ياخدنا ونمشي معاه على كل حاجه ونبقى مبسوطين مع بعض ويعني يعني اكبر استفاده انت قصدك في التجربه. بالظبط. انا ما شفتش حد بيساعدنا كده، وبقول لك الناس اللي ضدنا بيساعدونا. وبعدين جو حلو بعد ما خلصنا الفايت جدا. كنا رايحين مع بعض خارجين اساسا وقضينا اخر يوم ليله واستغلها وانت في الجامعه بالذات، لان بعد الجامعه انت مش ما عندكش رفاهيه انك فجاه تروح مسابقه وتاخد اجازه من الشغل والكلام ده كله. هم كانوا يسكنوا انك تستغل دلوقتي. قسم ميكانيكا تقريبا في كل الجامعات، بس ميكاترونكس مش موجوده في كل الجامعات. فعايز اعرف منك يعني ميكاترونكس يعني ايه، لو انا بقى مثلا اعرف منين ان هي موجوده ولا لا. مؤخرا اخر 5 سنين زاد جدا عدد الجامعات الحكوميه والخاصه اللي فيهم ميكاترونكس. تقريبا بقى الحاجه الاسهل انك تدور على اللي ما فيهمش، فانت بتاخد بالك من التنسيق بس ايه الحاجات اللي مش موجوده فيهم لو انت عايز تدخل. من اشهر برضه الجامعات اللي معروفه في قسم ميكاترونكس انه جودته عاليه جامعه عين شمس ومعهد العاشر والجامعه الالمانيه، عشان كمان الجامعه الالمانيه عندهم معامل ميكاترونكس تقريبا مش موجوده في مصر غير عندهم، بان هم مطورينها. فقلت تقريبا اكتر 3 مشهورين في ميكاترونكس لو اقوى جامعات بالظبط اللي هي شبه عاليه جدا. بس يعني هو لو عايز يخش ميكاترونكس يشوف في الجامعه بتاعته قبل ما يخش موجوده ولا لا، بس هي موجوده في معظم الجامعات يعني. طب عايز نصيحه منك كده للناس اللي عايزه تخش ميكاترونكس، هل هو دلوقتي وقته يخش ميكاترونكس ولا لا القسم ده لسه ما جاش مصر قوي ولسه قدام ليه شغل قدام مش دلوقتي؟ يعني تنصحه بايه برضه؟ تمام. لو انت حابب الجزء الرئيسي بتاع ميكاترونكس اللي هو الروبوتات والموديلنج، وممكن تاخد نظره على اللي احنا بنقوله ده منك تدخل تتصفح كده ماده الموديلنج والروبوتكس دي بتمشي ازاي، حتى لو مش عارفها اساسا هتشوف الماده بتمشي ازاي، بس مش مطلوب منك انك تفهمها. اهم نقطه في ميكاترونكس لو انت مش شايف نفسك انك ممكن في حاجه عايزها في ميكاترونكس قوي، مش افضل حاجه تخشها طالما انت لان اي قسم تاني عنده خطه واضحه. انت بعد ما تتخرج عندك مجالات محدده وعارفينها. ميكاترونكس انت مش عارف المجالات اللي انا اتخرج انت هتعمل. وزي ما اتكلمنا ان لو ناوي تشتغل على نفسك في جوه اي قسم عموما الدنيا تمام. مش ناوي ممكن تشتغل يا دوبك، يعني هتبقى الدنيا ماشيه. مشكله ميكاترونكس لو عملتش كده انت مش هتشتغل لانك مش هتبقى مخصص في اي حاجه. فهي للاسف ضروره في الجانب ده انك عشان تتعلم لوحدك يعني. الحاجه الاخيره تقريبا انك لو عايز، في ناس كتير بيخشوا هندسه وعندهم هوايات تانية او حاجه تانية بيشتغلها او بيعملها. كذا حد لما اتكلمت معاهم اقسام على فكره كهرباء وميكانيكا كتير منهم صعب تعمل الموضوع ده. لو انت عايز تشتغل عندك حاجه بجانب القسم ده وعايز تمشي، صعب انك تنجح في الاقسام. بالظبط صعب انك تنجح في الاقسام بلما مثلا الفاينانس قبلها باسبوع وانت ما شفتش الحاجه. دايما بتشتغل كل اقسام كهرباء وميكانيكا. ممكن تمشي في بعض الاقسام التانية عشان توزيعة المواد ماشيه بشكل مختلف او الكلام ده، لكن اقسام كهرباء بالذات لو انت مركز على حاجه تانية لا مش هينفع انك حتى تعدي بسهوله. محتاج تذاكر الحاجه المتوسطه وطبيعي ما تعملش الجامعه بس. طب بالنسبه للشغل ميكاترونكس ان انا اشتغل، هل فرص كتير ولا لا؟ يعني فرص محدوده بالنسبه لعدد المتولين؟ لا هي الفرص موجوده لانك بتشارك ميكانيكا وكهرباء باور والكلام ده كله في الحاجات اللي انت تخصصهم زي ما اتكلمنا. يعني انت بتكوبيت معانا بالظبط. انت كده بتشارك معاهم في التخصص اللي انت عارفه. تخصصك لوحدك اللي هو روبوتكس والموديلنج والكلام ده كله ده موجود مش بالعدد الكبير مقابل الخريجين طبعا، لان مش كلهم عايزين يشتغلوا فيه، بس هو موجود لو انت بقيت كويس فيه، لان اساسا ما فيش ناس كتير لسه اقوياء فيه، لان هو لسه يعتبر جديد داخل مصر فمش موجودين كتير. ففي ناس فعلا بيتعينوا في ده وبيكملوا فيه وكل حاجه. تقدر انك تتعلم ده كله وتقوي نفسك بالظبط. هو طبعا مش احسن قسم من حيث الشغل، خلينا عارفين في اي حاجه، بس انت ممكن تقوي نفسك وتشتغل بره. بالظبط ده طبعا متفقين. فزي ما بقول لكم هو الفكره انك لو انت عايز فعلا القسم خش، لا ما تخافش ان شاء الله من الشغل طالما انت فعلا عايزه. مش عايزه وحاسس انك مش متاكد منه هتدخل ان هو كده وخلاص مؤقتا، لا افضل لك حاجه معروف طريقها شويه الدنيا ماشيه فيها اكتر. لو بنعمل 1 2 3 بالظبط. طيب عايز منك برضه نصيحه للناس اللي خلاص في ميكانيكا او ناس داخله ميكانيكا، انت تنصحهم بايه؟ ماشي. اول مرات ممكن تتعلمها حاجات جانبيه يبقى عندك على الاقل باك جراوند نولج عنها. لو انت ميكانيكا تاخد نظره عن السوليد ووركس بحيث انك وقت ما تحتاج تصمم منتج تعرف ازاي تعمله حتى لو منتج بسيط مش شرط حاجه معقده. نظره بسيطه وتجربه بسيطه ليه هتستفاد بيها جدا كاي مهندس ميكانيكا عموما غير تخصصاتها. تاني حاجه تاخد فكره عن البرمجه. اللي بيميز مهندسين ميكانيكا غير ميكاترونكس حتى ذات ميكانيكا عموما لما يبقى هو شاطر جدا في مجاله وعارف مجالات البرمجه بالشكل البسيط. اظن ما فيش حاجه اكتر من البرمجه انك دلوقتي تقدر تتعلمها باللغه اللي انت عايزها عادي، مش الازمه في التاسكات وموجوده الريسورسز بتاعتها. بس ده ينقلنا الجزء في ميكانيكا تاني الاردوينو. ما بيبانش استخدامه في ميكانيكا قوي غير في اواخر سنين. يعني احنا بناخد مواد ميكانيكا كميكاترونكس بس احنا استخدمنا الاردوينو سنه مثلا اولى او ثانيه تخصص في مشاريع بنعملها.
جه عندهم في السنه دي لقوا صعوبه شويه ان هو اول مره يتعامل معاه. فكده كده انت في الغالب تتعامل معاه في وقت ما في مشاريع مواد اي بسيط يعني. بالظبط. يعني هم اساسا بيعلمون الاطفال، احنا بس الناس المتاخره شويه لسه ما عملناش عشان بقالنا كتير، ما كانش زمان منتشر الموضوع ده. فتجرب بس عليه ازاي الحاجه بتتحرك. لو انت اساسا فهمت الكود بيمشي ازاي وبتحرك حاجه ازاي، تلاقي مبدا بسيط وهتعرف تمشي نفسك. ممتع جدا بالذات عامل زي الليجو شويه. بالظبط، انت بتجمع حاجه مع بعض جميله. الحاجه الاخيره برضه كميكانيكا كلها تستفاد لو اتعلمتها ماتلاب برضه. احنا برضه كميكاترونكس اتعاملنا معاه شويه في الموديلنج والروبوتكس غصب عننا، مش حاجه باختيارنا. اما جينا في المواد الاخيره بقى في ميكانيكا طلب مننا مشاريع كتير موديلنج، فاحنا كنا عملنا مشاريع شبه ديزاين بالظبط. انت بتبني عليه السيركتس والكلام ده. خد فكره اكتر من الماتلاب بس عن حاجه اسمها سيمي سكيب جوه ماتلاب. دي حاجه جوه ماتلاب. سيمي سكيب هي فكرتها انك بتعمل السيستم بتاعك، بتحط مثلا عندك سوسته، بتختار السوسته وتحطها عشان تبني عليها السيستم. خد نظره عنه عشان وقت ما تستخدمها في المشاريع تبقى عارف الاداء دي، مش لسه هتتعلمها من الاول. نظره بسيطه او معرفه هاديه نوعا ما، مش حاجه متعمقه فيها. اخر حاجه بقى واللي ما بتبانش برضه اثرها غير في الاخر، كتير من الحاجات اللي بنتكلم عنها بتبان اثرها وانت اول خلصت تتخرج. كلنا بنعدي في الاول بالذات واحنا بندرس على المبادئ دراستنا، مبادئ بسيطه جدا. في الميكانيكا مثلا مبدا العزم، كلمه العزم كلنا عارفين قانون العزم ده ايه وخلاص خلص الموضوع. مبدا القصور الذاتي، مبدا السرعه والمسافه وعلاقتهم ببعض. المبادئ دي بنبقى عارفينها كمعادله ونحل بيها والدنيا تمام. اما بتيجي تروح انترفيو بيسالك اول حاجه، سيبك بقى من الحاجات الاخيره اللي انت خدتها واللي انت تعرف تحلها، يعني ايه عزم؟ بيسالك في البيزكس وبيسالك في البيزكس. مش لو انا قلت له العزم قانون العزم كذا قال لي انا ما صدقتش قانون. انت لازم تكون فاهم الاساسيات. هو كان باشمهندس في الانترفيوين حصل معايا الموقف ده، قال لي لازم تكون فاهم الاساسيات كويس لانك بعد الاساسيات هتعرف تتعلم كل حاجه كويس. فارجع افهم، يعني ارجع. يعني احنا خلصنا المواد، انا واحد خلصت المواد والدنيا تمام بالنسبه لي. لا ارجع بقى اقرا المرجع كده اللي احنا بنرميه ده اساسا عندنا في كليه من بص فيه، بص فيه على الحته دي افهمه. بص يعني ايه كلمه عزم؟ سيبك من مذاكره الامتحان، ليها طريقه وليها وقت وضغطه وكلنا عارفين مش هديك تفهم المبادئ وقت الامتحان، مش لازمه قوي. لكن المبادئ البسيطه كمثال تاني في الكهرباء RLC سيركتس اللي بناخدها كلنا وتقريبا بناخدها في فيزياء واحد واحنا في اعدادي اساسا، مش بس تكون فاهم هي ماشيه ازاي عشان بتاخدها في ميكانيكا. في ماده في ميكانيكا حتى مش ميكاترونكس وهي سيركتس اساسا. الجزء الثاني لو انت في ميكاترونكس او ليك علاقه بالالكترونيات، اهم حاجه برضه تفهم يعني الدايود والترانزستور بيشتغلوا ازاي كويس قوي بالمبادئ بتاعتهم كلهم. واخيرا لو انت كميكاترونكس بالذات من ناحيه او اي مجال انت خلاص قررت ان اللي بيميزك في قسمك كذا، بيميزك في قسمك الحاجه الفلانيه، ارجع قبل ما تقرر كده بص ارجع على المرجع اللي انت كنت شفته، الحاجات اللي انت خدتها خد التفصيل بتاعها. ماشي. ولو هو لسه داخل برضه ياخد باله من التفاصيل بالظبط، يفهمها لنفسه. بالظبط. سيبك من الامتحان الحاجات دي بعدين هي اللي هتكون مميزاك، لانك اي يوم ما تجيلك معرفه جديده بالظبط، ويوم ما تجيلك معرفه جديده مش عارفها انت عندك اساس كويس اساسا. فبيعمل اسئله الانترفيو ساعات بتكون اسئله كانها ذكاء. يقول لك لو رميت، انا شفت السؤال ده، لو رميت يعني بلوك سلندر ماشي كانها ازازه، لو رميت ازازه فاضيه وازازه مليانه الاثنين في نفس الوقت عشان الحاجه واحده مفرغه والثانيه مش مفرغه من جوه. فانت هنا بقى بتوع انا اعرفه مثلا لو بطيخه مثلا وفي بيضه انتهى يلبسوا الارض في نفس الزمن عشان كده كان العجله عليهم ثابته. ده واحد من الاسئله ده بيعدي دي عارفها دي. السؤال الثاني يقول لك لا لو نفس الحاجه مفرغه ولا مصمطه بتنزل بقد ايه؟ انت مش عارف ولا انا عارف كده مثلا بالوقت. بس هي فكرتها كلها تعود ان العزم بيشتغل ازاي والسيرفيس اريا اللي بيلمسها الهواء كذا حاجه، بس كلها قاعده في الاساسيات اساسا. ماشي. وبرده اهم حاجه بصراحه بنصحها لكل الاقسام، عايز تحطها في بوزيشن كويس يبقى لازم تكون الانجليش بتاعك. يعني دي معروفه لاي حد على فكره، مش فاهم ده خالص، كلنا وضع عشان يخش الشركات ماركتنج بالظبط. والمجال بتاعها مش كبير قوي زي ما كلنا متخيلين ان هو انت مطلوب منك تعرف بس حد معين كده المينيمم عشان تعدي. انت مش مطلوب منك تبريزنت وتعمل حاجات كتير قوي. انت على الاقل لو فاهم شغلك كويس وبتعرف تكتب وبتعرف تتواصل بشكل كافي الناس بتتقبل الموضوع كويس على فكره، بس المهم تعرف تتواصل بس. والله بجد يعني نورتنا وشرفتنا جدا، ويا رب يكون الفيديو ده مفيد ان شاء الله. يا رب لسه عشان شكرا.